في عالم مليء بالصيني والياباني والكوري، في الماني في رينج ال1.7 مليون ال1.8 انتوا ناسيينه. في دبليو تيروك تقول عليها جولف كبيره، تجوان صغيره، مش موضوعنا. بتيجي في فئه واحده ار لاين، انوار ال اي دي، بس هي فيها دي ان اي في دبليو اللي فات مش الجديد. جانت 17 حجم منطقي، كيلس انتري، والازاز متفيم بضمير قوي. ديركسيون في دبليو الشهيره، عدادات ديجيتال، شاشه فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، الحته دي للتحكم في التكييف، مخرجين تايب سي، وايرلس تشارجر، وفتيس قديم شويه بس في ناس بتحبه كده. سقف بانوراما، كراسي مزيج من الجلد والالكانتارا والقماش، شكلها حلو جدا بس مع الاسف مش كهرباء، لا ده ولا السواق. المساحات ورا نص نص، بس عندك مخرجين تايب سي ورا مش يو اس بي، وده شيء يحترم. ده غير ان في مسند لذيذ في 2 كاب هولدر. فيها كاميرا خلفيه مش 360، والشنطه مساحتها 445 لتر، وعلى العربيه ساب كومباكت، لا مساحه هايله. الموتور اللي بيقولوا اكتر من اسمي، 1400 سي سي تربو، بيطلع 150 حصان و250 تورك. وفي حاله العربيه دي تيجي بالفتيس الايسن الثمان نقلات، بس على الحجم ده هتلاقي العربيه دي سريعه قوي عامه. فمن غير ما اطول عليك، قول طول يا بالتفاصيل. في العربيه دي زي ما قلت لك تصنيفها سب كومباكت كروس اوفر، يعني مش بتنافس التوسان والسبورتج والتيجوان والكلام ده. على الورق بتنافس الستروين السي 4 الاكس. بيجول 2008 فيها تعتبر غاليه مش رخيصه، بس عايز الماني ادفع. طبعا لو عايز العربيه دي فهتلاقيها في اكستريم اوتو.